طبعا بطلع حركه وكان لغايه اخر وقت كان الترتيبات يعني كانت يعني شديده جدا، لان السلبيات اللي كانت في اللائحه عملت فجوه كبيره جدا، وكانت ممكن تؤدي ان في اماكن كتير تبقى شغيره واماكن كتير تبقى فيها مجموعه او ناس ممكن تدخل ما تبقاش متناسقه او متناغمه مع المجموعه الاخرى. فاحنا عملنا شويه تغييرات وتكتيكات كده على اساس ان احنا كل الاماكن يعني غالب الاماكن على الاقل تبقى شغيره بمجموعه متناغمه مع المجموعه اللي هي المفروض تشتغل، او اللي هي المجموعه اللي هتدير النادي باذن الله. دايما ان شاء الله التوفيق لمجلس اداره النادي المصري القادم، وكلمه لجماهير بورسعيد. والله انا عايز اقول لجماهير بورسعيد ان انتوا ما تقلقوش على النادي فيه رجال ان شاء الله مش هتسيبه وهتقاتل عليه، والفتره اللي احنا فيها حركه جدا جدا عايزانا كلنا نقف مع بعض ونتفق مع بعض ونشتغل بالحب والتسامح بينا، وما تقلقوش على الاستاذ كامل ان شاء الله مكانه موجود وهنقاتل على انه يكون موجود باذن الله. مفاجأة النهارده، الجميع كان متوقع ان انت تقدم ورق ترشيحك لمنصب رئيس النادي، ولكن فاجئت الجميع وكان على منصب النائب النهارده. لا والله مش مفاجأة، ده الطبيعي. انا شرفت ان انا عملت مع الاستاذ كامل في الفترة الأخيرة نائب رئيس، وانا شايف ان انا هخدم النادي في الحتة دي. انا لسه ما وصلتش مرحلة طبعا الكورس ده، انا مش شايف ان حد في بورسعيد كلها اصلح من الاستاذ كامل، فاحنا عندنا امل ان شاء الله ان الامور تتصلح، ونتمنى ان الكل يفضل محفوظ، واحنا في انتظار الاستاذ كامل يعدل عن قراره، ويا ريت يبقى موجود معانا ان شاء الله. انا اشتغلت مع الاستاذ كامل وما اعتقدش ان الواحد ممكن يشتغل مع حد ثاني في الوقت ده وفي الظروف دي. النادي داخل على موضوع صعب، واللي جاي اصعب، اللي فات اصعب من اللي فات. ربنا ييسر ان شاء الله، كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. هو الموضوع مش نائب رئيس ولا رئيس، لا احنا كلنا كناس مسؤوله، او كل البورسعيديه لازم يحطوا ايديهم في ايدين بعض. يعني تقديمك النهارده فرصه لعوده كامل بعد مره اخرى لرئاسه النادي المصري. انا اخر وقت بتمنى ان شاء الله ان هو شايف يعني وضعك ايه مع الجمعيه العموميه، هل هيكون في تنسيق مع جماهير النادي المصري والجمعيه العموميه الفتره المقبله؟ وضعي انا واحد لو انا الناس مش شايفه ان انا مش مسؤوليه او ان انا مش طبعا هم كل حق يعني. ان شاء الله انا عملت اللي عليا وقدمت، وربنا ييسر ان شاء الله. احنا ما بنهربش من المسؤوليه، احنا قد المسؤوليه، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونعدي من الازمه. احنا برضو خلال الفتره دي كلها شغالين في الملفات المفتوحه في النادي، عشان لما يجي المجلس بقى يحس ان احنا فعلا مجلس كنا محترم تحت رئاسه راجل محترم. يعني انتوا حاليا ما قفلتوش خلاص باب النادي المصري، ولكن انتوا متواجدين في النادي المصري وبتشتغلوا لاخر لحظه واخر وقت. قرار تعيننا كمجلس انتهى في شهر 8. احنا قدامنا ملفات طبعا، ملف الانديه المحترفه وشغالين فيه، ويعتبر خلاص بنسبه 99% انتهى، وشغالين في ملف اعداد الفريق برضه، وعلى اساس ان احنا داخلين على موسم جديد. هل في موعد معين تحدد بتجميع الفريق او اللاعبين اللي هيتم تجميعهم؟ والله لسه ان شاء الله هيكون في لقاء بيننا وبين الجهاز الفني، على اساس في لعيبه لسه متواجده في الدوري، وفي لعيبه لسه عندها انتشار، فلسه ما حددناش الميعاد. وانت شايف الانديه كلها في مصر لسه، وانت ما تعرفش اصلا الدوري انت ولا الدوري هيبتدي امتى كدوري كبير. فربنا ييسر بس الامور كلها تصلح في البلد كلها ان شاء الله.